تؤكد بعض الصفحات المغربية أن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي سوف يستدعي عدة أسماء لأول مرة يحملون قميص المنتخب المغربي. مهم في هذا الفيديو غادي نشوفوا 3 لاعبين مرشحين للانضمام للائحة المنتخب المغربي بقوة. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لنا واحد ابوني ولايك للتشجيع باش يوصلكم اهم اخبار المنتخب المغربي. أول لاعب مرشح بقوة للانضمام لائحة وليد الركراكي هو محمد علي الشو، لاعب نادي نيس الفرنسي. اللاعب حاليا يقدم مستويات كبيرة مع نادي نيس الفرنسي في الدوري الفرنسي، والميزة اللي في هذا اللاعب هو يمكن يلعب في جميع مراكز الهجوم، في جناح أيمن وأيسر ورأس حربة. والآن اللاعب أعطى موافقة من أجل تمثيل المنتخب المغربي، وهذا اللاعب عنده 3 منتخبات يقدر يمثلها، الأول كوت ديفوار وفرنسا والمغرب. ثاني لاعب مرشح بقوة لانضمام لائحة المنتخب المغربي هو إلياس بن صغيب، لاعب موناكو الفرنسي الدوري الفرنسي لعدة. ثالث لاعب وآخر لاعب اللي هو براهيم دياز، لاعب نادي الريال مدريد الإسباني، لاعب اللي كيقدم مستويات كبيرة مع الريال مدريد، وهذا اللاعب اللي جا المنتخب المغربي غادي يقدم إضافة كبيرة للمنتخب. هذا اللاعب اللي 100% غادي يمثل المنتخب المغربي واللي غادي يعزز خط الهجوم المنتخب المغربي. وهذا ما كان في هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا واحد ابوني ولايك باش توصلوا بكل جديد عن المنتخب المغربي.